السلام عليكم. اليوم غنحضر معكم كيكة البسكويت بالشوكولاتة، سهلة واقتصادية بدون كريمة أو شونتي، كتجي لذيذة وطعمها أخف. فكنتمنى إلى عجبتكم الوصفة اعملوا لايك واشتراك اللي مازال ما اشتركوش. نبداو بسم الله على بركة الله بالمقادير. غناخد البسكوي، بسكوي الشاي أو بوتي اللي كان متوفر عندكم بهذا الشكل، ونبدا نستف القالب اللي يكون القطر ديالو 26 سنتيم. الا كان عندكم كبر غادي تزيدوا المكونات. غنستف القاعده ومن بعد الجوانب، وكيكون مغلوق المول، وبهذه الطريقه حتى كننتهي ونوضعه في الجانب وننتقلوا نحضروا الطبقه الاولى اللي هي سهله بالنسبه لجميع الطبقات ديال هذه الحلوى، غتكون سهله واقتصاديه. غنضيف 50 غرام من السكر، يبقى دائما حسب الذوق، 3 معالق كبيره من النشا و3 معالق كبار من الدقيق، 2 معالق كبار من الكاكاو المر. غنضيف 750 ملي من الحليب، اي غادي تضيفوا نصف لتر وتزيدوا له 250 ملي، يعني كأس ديال العنبه. نخلطوا المكونات جيدا على البارد، ومن بعد نوضعهم فوق حرارة متوسطة مع التحريك المستمر حتى نحصلوا على قوام كريمي. من بعد ما كتحصلوا على هذا القوام وكتبدا الكريمه كتنتفخ وكتعمل فقاعات، غتضيفوا كيس من الفانيلا، كيس او غبره او سائله، ونضيف كذلك معلقه كبيره من الزبده. نخلطوا جيدا حتى نحصلوا على قوام كيكون كريمي. الزبده ما تخليناش الكويرات ديال الكريمه. من بعد ما كتلاحظوا هاد الفقاعات كتزولوه من الحراره ومباشره غنوضعوه فوق طبقه البسكوي. كنحاول انني نفرغ طبقه، من بعد كنبسطها بهذا الشكل ونقادو جيدا ونوضعها في المجمد، وننتقلوا نحضروا الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه غنضيف كذلك 50 غرام من السكر، 3 معالق من النشا ومن الدقيق الابيض، وكذلك غنضيف الحليب 750 ملي كما وضعته للطبقه الاولى، ولكن كتحيدوا الكاكاو المر باش نحصلوا على طبقه بيضاء. كنخلطوا دائما على البارد ونوضعه فوق حراره متوسطه مع التحريك المستمر حتى نحصلوا على كريمه. ومن بعد كتحصلوا على فقاعات، هذوك الفقاعات كيبينوا لنا ان الدقيق اللي وضعناه كيكون نضج في الكريمه. كتحصلوا على هاد الفقاعات، ومن بعد خلطوا جيدا. نضعوا كيس من الفانيلا ومعلقه كبيره من الزبده. دائما مع التحريك المستمر ما تخليوش القوام كيلتصق في الكاسرونه كذلك ما تكونش كتلصق، ونبدا نحرك بهذه الطريقه. من بعد ما تكون بردات الطبقه الثانيه غنوضع الطبقه الثالثه مباشره، كتكون سخونه باش هكا ما تجمدناش في الكاسرونه. كنوضعها ونبسطها بهذا الشكل ونوضعها في المجمد، وننتقلوا نحضروا الطبقه الثالثه اللي هي الصوص ديال الشوكولاته. ناخذ مقلاة او كاسرونه اللي يكون القاع ديالها مسطح، ونوضع ملعقه ونصف من السكر، ملعقه ونصف من النشا، وملعقه ونصف من الكاكاو المر. غنضيف كوب ديال الماء اللي هو 250 ملي، نحركو على البارد وننتقلوا نوضعوا فوق حراره متوسطه مع التحريك المستمر حتى نحصلوا على فقاعات كما غتلاحظوا كيبدا يغلى. ومباشره نوضع معلقه كبيره من الزبده و75 غرام من الشوكولاته،
خذوا اي نوعيه، الا كانت نوعيه جيده يكون احسن باش كتعطينا مذاق للكيكه ديالنا. شوكولاته بالحليب كتكون احسن وافضل. كنخلطوا بهذه الطريقه ونوضعها مباشره فوق الكريمه. ما تصورش هنا المقطع، وضعتها وقديتها بالموس او بسباتي. كندخلها للثلاجه مده 3 ساعات فما فوق. قد ما بقات كتجي احسن وكتجي لذيذه وكينسجم المذاق ديالها. كيكون هذا هو الشكل ديالها النهائي. كنزولوا الجانب ديال المول وكتبقى القاعده. كنزينها بهذا الشكل، كرات من الشوكولاته. التزيين يبقى لكم اختياري. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كيكه رائعه سهله ولذيذه بزاف، والطعم ديالها كيكون خفيف بدون كريمه او شونتي. كتحصلوا على كيك راقي وكيكه رائعه لذيذه بالبسكوي. وايضا طريقتها كما كشفتوا معنا سهله جدا في تحضيرها. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، تجربوا الكيكه وانا اكيده غتنال الاعجاب ديالكم شكلا ومذاقا. فيديو قادم ان شاء الله ووصفه قديمه. مرحبا بتعليقكم او اي تساؤلات. بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. اسعد الله اوقاتكم كل خير ومع السلامه.